بقولك ايه، هو انت بجد مصدق ان في حاجات في الدنيا دي ببلاش؟ يعني معقول في واحد سهران الليالي عشان يعمل تطبيق يحميك من الاعلانات ويحافظ على خصوصيتك وهو مش مستفيد مليم؟ خليك معايا للاخر عشان اقولك الخازوق فين. وزي ما بيقولوا على الميكروباص، يا واخد قوتي يا ناوي على موتي. والخدمة الحلوة دايما وراها النهاردة هنتكلم عن تطبيق كيوتا فيديو اب بلوك براوزر. التطبيق ده طالع في الكوشة وبيهلوله انه الحل السحري عشان تتفرج على فيديوهات من غير اعلانات مملة. في الظاهر هو برنس بيشيلك اعلانات اليوتيوب، بيسرع التصفح، بيديك خصوصية وتشفير لبياناتك. يعني مفيش حد يقدر يراقبك انت بتهبب ايه ولا يراقب استخدامك. استخدامه سهل جدا زي المية، بتنزله من بلاي ستور وتفتحه وتعيش حياتك كأنه متصفح عادي جدا، بس بعضلات ومنع اعلانات. لكن تعالى بقى هنا بقى يا سيدي، لو دخلت على تعليقات البلاي ستور هتلاقي الناس منقسمة نصين: نص طاير بيه للسما عشان فعلا مريحهم من الاعلانات، والنص التاني بيصوت في التعليق ان التطبيقات ساعات بيقفل لوحده او بيسخن الموبايل جامد جدا. واللعبة الكبيرة بقى في سبوبة المطور: ازاي تطبيق مجاني؟ الحقيقة يا صاحبي ان المطورين دول مش جمعية رسالة. المكسب بيجي يا اما من بيانات مجهولة بيجمعوها عن طريق استخدامك وبيبيعوها لشركات الاحصاء، او ان هما بيسيبوا اعلانات معينة لشركات دافعة عليهم هما بس عشان تعدي من الفلتر. وده اللي بنسميه الخداع المشروع. التطبيق شغال في اغلب الدول ومنها مصر والخليج، بس دول في دول تانية بتعمل عليها بلوك لو اكتشفوا انه بيخترق سياسة الخصوصية بتاعتهم. وبالنسبة لكيوتا والمصاريف العالية بتاعته، فبيقدم نسخة بريميوم فيها مميزات أكتر وسرعة أعلى، ودي اللي بتدفع فيها دم قلبك بالدولار. لو انت بقى شكاك زيي ومش مستريح وعندك بدائل تانية كتيرة، زي تطبيق برايف براوزر اللي سمعته سابقاه. كمان تطبيق اب او اد بلوك براوزر الاصلي، او حتى متصفح اوبرا اللي فيه منع اعلانات داخلي. في نهاية الكلام، الإجابة على سؤالي اللي بدأنا بيه: هل هو نصاب ولا لأ، ولا مش نصاب؟ بس هو بياخد تمن خدمته من بياناتك. ده اللي هو يمين المطور بياخد تمن خدمته من بياناتك وسلوكك انت على النت، مش من جيبك مباشرة. فلو مش فارق معاك مين بيراقبك ومين بياخد بياناتك، حمله ودوس. ولو فارق معاك خليك في المضمون. وفي الآخر لو عجبك الكلام السم ده، ما تنساش تبقى تدوس لايك وتشترك في القناة عشان لسه هنطلع القطط الفطسة في تطبيقات تانية كتير. سلام يا كبير.